بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، بهذا نصل إلى ختام برنامج سادة تحت ثرى الشام، حيث عشنا 16 حلقة من صحابة وتابعين وعلماء كانوا في أرض الشام المباركة، وقد تعلمنا منهم أخلاقا وعبر كثيرة. تعلمنا الحلم والتواضع والإخلاص لله والشجاعة وكثيرا من الأخلاق التي يجب علينا أن نقتدي بهم. ووضعنا في كل حلقة جائزة تشجيعا على التفاعل والمشاركة. الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا هم قدوة بهدى. ونعلم أن بعض الأحبة لم يحالفهم الحظ في نيل هذه الجائزة، ولكن العلم واحتساب الأجر هو أفضل من تلك الجوائز. نشكر كل من ساهم أو شارك أو تفاعل في هذا البرنامج، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. والحمد لله رب العالمين. كنا معكم في برنامج سادة تحت ثرى الشام. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام.